شوربه طماطم انما ايه مجنونه. هقطع الطماطم اربع وارميها في صينيه، وجبت بصلايه وهجيب الليكس او بالعربي اسمه كراث واحطه مع الطماطم. احط توم ورش شويه ملح وفلفل، رش شويه زيت زيتون، وبايدي هقلبهم. بعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره 200 تقريبا 40 50 دقيقه لغايه لما ايه الطماطم تستوي وتحمر شويه مني. فلفلايه واحده حمرا معاهم هحرقها في النار. فلو انتم مش عايزين تعملوا كده عشان وساخه ممكن ترموا الفرن معاهم. هاخد الطماطم ديت وهحطها في حله. خلاص يا جماعه عملته على النار وشكله اتفحم بالشكل دوت. بص هغطيه بالبلاستيك كده ب5 دقايق عشان يبقى اسهل في التقشير بايدي كده او حتى بمنديل او فوطه. خلاص نضفته كويس، بس هقطعه كده كام حتت. هنزل بيه سان دراي توميتو. سان دراي توميتو انا عامله في البيت، فقولوا لي لو انتوا حابين اوريكم ازاي تعملوه. هنزل بالمعجون طماطم بعد ما طبخت الصلصه دقيقتين 3. هنزل بالستوك او قلنا المرقه. هتغلي غلوتين. هنزل بالريحان، ودي بالنسبه لي اهم حاجه في الشوربه، وهضرب بالهاند بلندر. هصفيها، يعني ممكن تتشرب كده بس انا بحب اصفيها تبقى ناعمه خالص. الشوربه تغلي، احط عليها شويه سموكت بابريكا. بعد كده هنزل بيه الكريمه. هنزل بشويه سكر. السكر دوت عشان في طماطم كتير وفي حموضه كتير الاسد، فالسكر بتبالانس شويه. طبعا المرحله دي ممكن بقى نزود ملح وفلفل بتاعنا، كل واحد على حسب ذوقه. وبرده احط شويه فلفل ابيض. نجيب شويه كريمه كده. اوكي خلينا ندوق. حلو قوي الشوربه دي خرافيه، طعم السموكنس باين فيها ومع الريحان حلو قوي. جربوه وقولوا رايكم.